طيب الفيديو ده بقى يا جدعان انتوا كان المفروض تشوفوه من حوالي 3 شهور. طبعا انتوا عارفين ان انا استلمت اللوتس اميرا في شهر 6، والحقيقه دخلت في سلسله من الاحداث المؤسفه زي ما انتم عارفين، بس خلاص مش مشكله. شفنا اول فيديو مع بعض في الفتره دي واحتفلنا وعيطنا وانبسطنا، وبعدين كان المفروض في فيديوهات تشوفوها عن العربيه دي، وناس كتيره جدا كانت عماله تسالني عايزين نشوف العربيه، عايزين نشوف تفاصيل العربيه، وكل ده ما كناش عارفين نصوره. فالنهارده بقى بدانا السلسله دي. النهارده هفرجكم على كل تفصيله في العربيه اللوتس اميرا. الفيديو ده مفيد جدا لاي حد عايز يشتري العربيه دي، واي حد مهتم بيها اصلا، لان انتوا هتشوفوا فيها تفاصيل وهتعرفوا معلومات عن العربيه الاميرا وعن لوتس عامه كتيره جدا بالتفاصيل. وعايز اشكر الام ار بي، احنا النهارده بنصور في الجراج بتاع الديتيلنج بتاع ام ار بي، هم كانوا لسه مخلصين ديتيلنج، عملوا فل. العربيه رجعت لحاله انا اول مره اشوفها الحقيقه، انا من ساعه ما جبتها اول مره اشوفها في هذه الحاله. نظفوها وخلوها جاهزه للتصوير، فاحنا بنصور عندهم النهارده، فعايز اشكرهم. فتعالوا النهارده اخدكم في جوله مكثفه، اللي هيزهق يقفل عشان احنا الجوله مكثفه النهارده في كل تفاصيل الشيء الازرق اللي ورايا. قبل ما نخش في تفاصيل العربيه نفسها واقعد اخدكم بقى في حته حته ونقعد نحكي لكم ونفهمكم بتاع، انا عايز افهمكم الاول فكره لوتس، لان في ناس كتيره جدا كان اول ما ابتديت احكي لهم يعني ان انا هجيب عربيه اسمها لوتس وبتاع، كان جزء كبير قوي من الشعب المصري ما يعرفش اصلا ايه لوتس ده، على الرغم ان دي شركه عريقه جدا وقديمه جدا وليها تاريخ مرعب. فانا حابب اشرح للناس الاول لوتس دي عباره عن ايه، لان هي فيها قصص الحقيقه. شركه لوتس دي شركه انجليزيه عريقه اتأسست سنة 1948 تمام، على ايد راجل عبقري اسمه كولين تشابمان، هو اسمه كده. فالشركة دي مش هخش لكم في تفاصيل كتيرة يعني، بس باختصار شديد هم عندهم خبرة شديدة جدا ومتخصصين ان هم يبنوا عربيات سباق وعربيات للحلبات بس. يعني هو مثلا ما تلاقيش بيعمل لك مثلا عربية اس يو في كروس اوفر، ما فيش الكلام ده. هم تخصصهم عربيات خفيفة جدا وعربيات رياضية وعربيات سباق. عربيات سباق بمعنى ان هم الشركة دي دخلت وشاركت في الفورمولا 1 حقبة طويلة جدا، عندهم 7 جوائز للشركات المصنعه، يعني عندهم 7 كونستراكتور تايتلز باسمهم، وعندهم 6 بطولات عالم للسواقين. يعني هم كسبوا الفورمولا 1 يعتبر 7 مرات، ومنهم 6 سواقين كسبوا الفورمولا 1 مع فريق لوتس. فهم فريق او هم اصلا شركه عريقه جدا في الموضوع ده. الشركه دي السلوجن او الشعار بتاعها عاده بيبقى ايه؟ سمبليفاي، ده اللي هو الشعار بتاع كولين تشابمان. يعني بيقول لك ايه، هترجمها اصبروا، سمبليفاي اند اد لايتنس. يعني ايه؟ يعني بسط العربيه خالص، خليها بسيطه جدا، وبعد كده ضيف عليها خفه وزن. يعني ايه؟ يعني شوف اد لايتنس دي فيها تريكه كده. فهم هدفهم دايما ان عربياتهم تكون وزنها خفيف جدا، شاسيه غير عادي، مش فارقه خالص القوه بتطلع قد ايه، على قد ما فارقه ان العربيه بتتحرك ازاي على التراك وبتتساق بشكل عامل ازاي. فهم دايما دي طريقتهم في بناء العربيات. يعني طبعا حصل تغيير جذري في شركه لوتس على مر العصور، يعني كل شويه كانوا بيطلعوا من حاجه يخشوا في حاجه، يطلعوا من حاجه يخشوا في حاجه. زي اي شركه انجليزيه عندهم مشاكل اقتصاديه كتير جدا دخلوا فيها. مؤخرا اللي انقذهم بقى من الحوارات دي هي شركه جيلي الصينيه. اشترت الشركه كلها. جيلي طبعا زي ما انتم عارفين عندهم فولفو، وعندهم دلوقتي لوتس، وعندهم لينكن، وعندهم كذا براند يعني، بس من ضمنهم دلوقتي لوتس. فدخلوا في سكه ثانيه خالص. السكه دي قرروا ان هم يبقى براند لوتس ده هيبقى براند عربيات كهرباء، ودي حاجه مختلفه شويه عن الوصفه اللي بيعملها كولين تشابمان طول حياته. ولكن العربيه الاميرا بقى، يعني هم عملوا الاطلاق بتاع الدي ان اي الجديد او شكل لوتس الجديد ده مع جيلي ومع كده بعربيه كهرباء. كان عندهم عربيه كهرباء اسمها ايفايا، لسه هكلمكم عليها. وبعد كده اطلقوا في 2022 اللوتس اميرا، ودي تعتبر اخر عربيه لوتس هتبقى فيها محرك بنزين في تاريخ لوتس. يعني دي خلاص دي اخر حاجه لوتس عملوها، لان دلوقتي جنب العربيه دي بيتعمل موديلين تانيين، واحد اسمه الاترا، واحد اسمه ايميا، واحده سيدان، واحده اس يو في. دول عربيات كهرباء بالكامل. وطبعا قبل العربيه دي ما تنزل كان في عربيه اسمها ايفايا، دي مستوحاه منها جدا جدا، وهشرح لكم شويه حاجات. ايفايا دي عربيه كهرباء بس خارقه، يعني نفس الفكره كده بس على اكبر، و2000 حصان. فطبعا هي الشركه اتشقلبت خالص. فزي ما قلت لكم لوتس اميرا تعتبر اخر عربيه من لوتس هتنزل بموتور بنزين، نزلت سنه 2022.
الفكره بقى ان اللوتس اميره لما نزل سنه 2022 كان عليها مسؤوليه كبيره جدا العربيه دي. ليه؟ لان لوتس قبل ما الاميره تيجي كانوا بيعملوا 3 عربيات سبور، كانوا بيعملوا عربيه اسمها لوتس اليس. اليس دي كانت عربيه صغيره جدا وخفيفه جدا، كانت تحت ال1000 كيلو، كانت حوالي 800 كيلو وموتور صغير وبتاع وكده. وبعدين كان في عربيه اسمها ايفورا بعدها. الايفورا دي بتشارك الشاسيه مع الاميره، يعني هم قريبين قوي من بعض في الموتور وفي البتاع، وبرده كانت نفس الفكره يعني، بس سيبكم من تفاصيل الايفورا. وكان في عربيه اسمها لوتس اكسيج، والاكسيج دي كانت تعتبر اليس بس بقى اكبر وبموتور قوي. دي الاكسيج دي كانت اقوى حاجه. ال3 عربيات دول لوتس لغتهم وبدلتهم كلهم بعربيه واحده اللي هي الاميره. فالاميره كانت مطالبه ان هي تحل محل 3 عربيات، هي العربيه خلاص الاخيره زي ما قلت لكم. فانا النهارده بقى ايه هحكي لكم عن كل حاجه في العربيه من وجهه نظر واحد عنده العربيه، اللي هو بقى ايه مش مثلا ايه انا واخدها، انا راكبها دلوقتي بقى لي حوالي 3 شهور داخل في الرابع وعملت 5000 كيلو، فعندي قصص احكيها لكم وحاجات مش هتشوفوها حتى في الريفيو اللي جاي. يعني انا لما هطلع اسوق العربيه مش هقعد افرجكم على كل التفاصيل اللي هتشوفوها في الفيديو ده. طبعا اول حاجه ناس كتير قوي سالتني عليها العربيه دي، فكره ان هي اسمها فيرست اديشن. فيرست اديشن دي ناس كتير مش فاهمه فيرست اديشن ده عباره عن ايه. لما العربيه دي نزلت سنه 2022 لوتس اطلقوها عشان دي كانت اول دفعه من العربيه نازله فسموها فيرست اديشن. ايه الفرق ما بين الفيرست اديشن والباقي؟ ان هي فيها كل الاوبشنز، العربيه نازله بكل الاوبشنز اللي تتخيلوها، اللي هي دلوقتي واحنا بنتكلم بقت الاوبشنز دي كلها بفلوس. فانت كان عندك زي كده ايه افضليه ان انت تقدر تجيب العربيه دي فيرست اديشن بسعر، لو انت طلبت لوتس اميره دلوقتي بكل الاوبشنز اللي موجوده عندي دي هتبقى اغلى من العربيه دي ما انا اشتريتها يعني. طيب الاميره بقى اساسا بتنزل يعني ايه الموديلات اللي بتنزل؟ هكلمكم دلوقتي حاليا. في عندك حاليا واحنا بنتكلم في 3 موديلات. عندك في اميره 4 سلندر اسمها اميره توربو، ودي فيها موتور يعني بتاع الاي ام جي مرسيدس 2000 سي سي توربو 360 حصان وبتاع. ونزل لسه قريب قوي حاجه اسمها اميره توربو اس اي، ده نفس الموتور بتاع الاي ام جي ال4 سلندر بس واصل ل 400 حصان. وفي الاميره الفي 6 دي بقى زي اللي عندي دي، بتنزل بموتور 3500 سي سي 6 سلندر بس سوبر تشارج. ده الموتور ده اللي بيستخدموه دايما لوتس وهكلمكم عنه يعني لما نروح عليه يعني، بس ده برده بيطلع 400 حصان وبينزل بفتيس مانيوال او فتيس اوتوماتيك 6 نقلات. الاثنين الفتيسين دول 6 نقلات. انا اخترت طبعا انا اجيب الاوتوماتيك انتوا عارفين، وهكلمكم عن كل التفاصيل دي. طبعا الحاجه بقى اللي انا على قد ما انا مبسوط قوي ان انا عملتها على قد ما انا مش عارف افرح ولا ازعل ولا ايه، هو اللون اللي انا اخترته للعربيه. العربيه دي اول ما نزلت خالص اللوتس اميره في 2022 كانت متقدمه ب6 الوان، وبعد كده زودوا عليهم 7 الوان تانيين فبقى التوتال 13 لون. وانا بطلب اخترت اللون ده، وده اللونش كالر اللي هو السانيكا بلو، وانا شايفه من الالوان يعني من احلى الالوان بتاعت العربيه. ده اللون اللي العربيه اطلقت بيه، وطبعا كنت فرحان بيه جدا لغايه ما دلوقتي احنا بنتكلم ان هيبقى فيه تقريبا 5 عربيات، عربيتي و4 كمان بنفس اللون ده. فطبعا انا فرحان وسعيد وما عنديش اي ضغائن للناس اللي اشترت العربيات الزرقاء دي الحقيقه يعني، مبروك عليهم يعني. مش عارف اعمل ايه، اغير لونها يعني، انا مش عارف اعمل ايه. بس النهارده بقى دلوقتي عايز اتكلم معاكم في تصميم الديزاين بتاع العربيه اللوتس اميره. كل اللي انتم شايفينه ده مستوحى جدا من العربيه اللوتس الايفايا. الايفايا دي عباره عن ايه؟ دي عربيه خارقه بتطلع باور 2000 حصان. العربيه دي بتتباع ب 2 مليون دولار، هي عربيه مبهره. ولما نزلت، هي نزلت قبل الاميره، الناس ما كانتش مستوعبه ان ممكن لوتس تعمل عربيه بنفس الشكل ده بس بسعر طبيعي يعني وديزاين طبيعي. وده القوه من وجهه نظري الكبيره جدا في اللوتس اميره كعربيه تفكر ان انت تشتريها، ان هي بتديك شكل اقوى بكتير قوي من سعر. يعني سعر العربيه مش عربيه رخيصه، العربيه اللوتس اميره سعرها بيتراوح يعني ما بين ال4 سلندر و6 سلندر، بتتكلم مثلا في حوالي 7.5 8 مليون جنيه مصري لحد 10 مليون جنيه مصري. ده يعني ممكن بس تكسر ال10 بحته صغيره. فده لناس كتيره جدا سعر مش قليل، لكن في نفس الوقت لما تيجي تبص على العربيه وتبص على الديزاين بتاعها وتبص على التجهيزات اللي فيها وتبص على الهندسه اللي مبنيه بيها العربيه دي واللي لوتس المجهود اللي هم عملوه في العربيه دي، تعرف ان الرقم ده بالنسبه لعربيات ثانيه رقم مقبول جدا. لان انت طول ما انت ماشي العربيه طبعا الناس بتنبهر بالديزاين بتاعها والتفاصيل اللي فيها، يعني عربيه شكلها مبهر جدا جدا. وده حتى حسيته وانا راكب العربيه في الاطفال الصغيرين اللي هم اصلا لا يعرفوني ولا ليهم في العربيات. انت لما ماشي مثلا والاقي طفل مثلا قاعد جنب مامته ولا حاجه بيبص على العربيه تلاقيه برق وقاعد يشاور وشايفه من ورا الازاز. فهي دي من الحاجات القويه قوي فيها. فخليني اكلمكم عن شكل بقى العربيه والتفاصيل بتاعت العربيه. نبدا اول حاجه من الوش. العربيه دي مش خارقه، دي 400 حصان بس لوتس بنوها بالكامل مبنيه على الايروداينامكس. العربيه دي الايروداينامكس فيها بيلعب دور كبير جدا، وهي من العربيات القليله في الفئه دي اللي بتعتمد على داون فورس حقيقي. المهندسين بتوع لوتس استخدموها او طوروها في حاجه اسمها الويند تانل او نفق الهواء، علشان يخلوها على السرعات الهواء بيثبتها في الارض بشكل كبير جدا، ثابته على الارض. فعربيات كتيره جدا لما بتيجي تتبني بيخلوا الهواء، بيشوفوا الهواء بيمشي ازاي حواليها. لا، لوتس استخدموا الهواء انه يمشي جوه العربيه.
العربيه، وهوريكم ازاي. طبعا قبل ما نتكلم على الشكل هقول لكم على الموضوع ده. انتوا دلوقتي اول ما بتبصوا على الفتحات هتلاقوا ان طبعا انت هنا عندك الاكسدام فيه فتحات كتيره. الفتحه اللي في النص دي الشبك ده دي وراها هنا مفيش يعني ستورج. يعني انا هشرح لكم الحته دي، ركزوا معايا عشان هي غريبه شويه. ناس كتير قوي فاكره ان زي اي عربيه فيها موتور في النص، العربيه دي موتورها ورا، بيفتكروا ان اللي قدام ده شنطه. هنا في اللوتس اميرا علشان الوزن وعلشان الايروداينامكس الكبوت ده ما بيفتحش، بيفتح بس بالانكيهات في الصيانات بس. فلو فتحت الكبوت ده بالالانكيهات هو بيفتح لقدام كده، بيتسند زي حديده زي الكبابيت القديمه. هتلاقي جوه فيه رادياتير وعاملينه مايل بانجل كده علشان خاطر ايه، زي كده العربيات بتاعت السباق. يعني عاده الرادياتيرات في العربيات العاديه بتبقى واقفه، لا ده الرادياتير مايل كده ومعاه مروحه كبيره جدا، والهواء بيخش هنا من الفتحه دي وبيدخل على الرادياتير وبيطلع منين بقى؟ بيطلع من الفتحات دي. يعني هم مستخدمين الكبوت ده كله علشان يبقى حاجه بتثبت العربيه على الارض. فده مبدئيا بالنسبه للفتحه الاولانيه دي. الفتحه الثانيه هنا، الفتحات دي مقسومه اتنين، في فتحه هنا بتدخل على الرادياتير الثاني، الكولر الثاني، وهنا زي في ستاره، فتحه عامله زي الستاره كده بالطول، دي دورها ان هي بتدخل هواء من جوه الاكسدام. لو بصينا من هنا هتلاقي الفتحه، يعني لو انا بصيت كده انا شايف انا شايف من الناحيه الثانيه الفتحه دي بقى بتدخل هواء علشان يبرد الفرامل. واخدين بالكم ازاي؟ ونفس الكلام طبعا الناحيه الثانيه. فده كده مبدئيا. فانت عندك الهواء بيخرج من الكبوت وبيبدا يمشي على جنب العربيه. طبعا المرايات برده بتاعت العربيه معموله بشكل انسيابي قوي وشكلها اكزوتيك قوي. المرايه عامله زي ورقه الشجر كده. لو شفتوا العربيه دي على الحقيقه ركزوا في الموضوع ده، تلاقي بعد كده الهواء بيجري كده على الجنب، وبعد كده بتلاقي التجويفه اللي في الباب. وطبعا معاها ان الاكره زي ما انتم شايفين، الاكره دي فلاش دور هاندل، دي معموله برده علشان الهواء الاكره ما تعوقوش. يعني مش اكره طالعه لبره، لا الاكره لجوه كده، انت عشان تفتحها بتعمل كده. وبتيجي بقى الهواء يبدا يدخل في الجزئيه دي. الجزئيه دي برده مقسومه اتنين، القسمه الاولانيه الحته اللي جوه دي بتدخل هواء للموتور على طول، وفي هنا ستاره ثانيه بتدخل هواء للعجل الوراني، ونفس الكلام برده في فتحه هنا. الفتحه هنا دي بتدخل برده عشان تبرد الفرامل الخلفيه. طبعا بعد ما ده بيحصل انت عندك الهواء اتقسم هنا حتتين، حته بتخش للموتور وحته ثانيه بتبرد الفرامل. ما ينفعش الهواء يتحوش في الداير بتاع الرفرف ده عشان ده بيعمل ضغط على البادي. فالهواء بقى اللي هنا ده بيطلع منين؟ بيطلع من الفتحه دي. الفتحه هنا دي كبيره جدا، فكل الهواء اللي متكون في الداير بتاع الجنط بيخرج من هنا. يعني انتوا لو بصيتوا من هنا هتلاقوا الكاوتش باين من هنا وبتطلع الحته دي. ونفس الكلام الهواء بقى او السخونه اللي بتحصل في الجزء بتاع الموتور ده بيطلع من الفتحات اللي هنا دي. وطبعا لو بصيت هنا عند الجزء الوراني هتلاقي برضو في شبك ناحيه الشكمانين علشان الهواء والحراره تخرج، وفي نفس الوقت الديفيوزر بقى في هنا ديفيوزر حقيقي علشان الداون فورس. وحتى العربيه ما فيهاش سبويلر بيطلع او بينزل، هي فيها سبويلر انتجريتد منها فيها. وهنا برضو الحته دي تحت الازاز مفتوحه عشان تخرج الهواء السخن، وفي الاخر السبويلر منه فيه بيثبت العربيه. فكل الرسمه الايروداينامكس اللي انتوا شفتوها دي بتخلي الهواء بيجري من جوه جسم العربيه، مش بيخبط في العربيه ويثبتها، ده كمان بيخش جوه البادي علشان يثبت العربيه على الارض. فدي طبعا حاجه من الحاجات العظيمه، وانا حسيتها في سواقه العربيه دي على السرعات العاليه. تحس ان هي ايه، مدياك ثقه كده ان انت عادي، مفيش حاجه خفيفه. هي من الاخر في حاجه اسمها ليفت، او هم عاملين العربيه دي ان هي زيرو ليفت، ان هي ما بتحسش ان الوش بيترفع على السرعات العاليه، لا الوش متثبت في الارض. كل بقى الايروداينامكس اللي احنا شرحناها دي، العربيه دي كلها مبنيه على شاسيه مبني او معمول من الالومنيوم. طبعا اللوتس بيعملوا كده علشان خاطر العربيه تبقى وزنها خفيف، على الرغم ان اللوتس اميرا بمعايير لوتس ما تعتبرش عربيه خفيفه. هي العربيه دي وزنها 1400 وكسور كيلو، وده بالنسبه لمعايير العربيات ده خفيف، لكن بالنسبه لمعايير لوتس ده كتير جدا. يعني الناس اللي بتحب لوتس قوي والقدام بقى واللي عندهم الاليز والموديلات دي بيشوفوا ان العربيه دي عربيه وزنها تقيل جدا بالنسبه لعربيات اللوتس. لكن طبعا هو متوقع ان العربيه دي يبقى وزنها تقيل لان كم التجهيزات وكم اللكجري اللي اتعمل ده لوتس ما سمعتش عنه قبل كده خالص. فزي ما قلت لكم هو شاسيه معمول من الالومنيوم وعربيه كرسيين والموتور ورا. الموتور ده هوريكم بقى شكله دلوقتي. ده المفتاح انا حاطه في كفر، هبقى اوريكم المفتاح والله. بس بصوا الاول، انتوا بقى بتيجوا هنا بتفتحوا الغطا بتاع الموتور بتلاقوا ايه اللي باين لكم هنا. ده مش الموتور نفسه، ده السوبر تشارجر. الموتور ده 3500 سي سي 6 سلندر، بيطلع 400 حصان و430 نيوتن عزم. الموتور ده لوتس بيستخدموه من زمان جدا جدا في عربيات، مش من زمان جدا جدا يعني، بس مثلا في الالفينات يعني من الايفورا، ويستخدموه برده في الاكسيج. موتور اداؤه لذيذ جدا وظريف، بس هو مش اكتر موتور متقدم في الدنيا. يعني الموتور ده عفى عليه الزمن شويه في بعض الحاجات وفي بعض التكنولوجيا، لكن الموتور مكانه وسطي هنا.
والشنطه زي ما قلت لكم القدام مفيش شنطه، فالشنطه المكان الوحيد للتخزين العربيه دي عندك كشنط يعني هو الجزء اللي هنا ده. ولو بصيت هنا هتلاقي في هنا البطاريه بتبقى موجوده ورا، وبتيجي بقى العربيه بشويه حاجات زي مثلا ده الكيت بتاعه العربيه فيهاش ستبنه طبعا، فدي الكيت بتاعه الكاوتش اللي هو بتاع السائل اللي بيحطوه في الكاوتش ده، وشويه حاجات كده بسيطه وعاكس من بتاع بلاد بره. بس طبعا احنا بنروح المرور بنشتري عاكس برضو، لازم نشتري كل الطقم ده يعني. وهنا الشنطه دي بص من ضمن الحاجات لوتس كاتبين ان الحد الاقصى المسموح في صندوق الامتعه 50 كيلو، يعني لوتس بتقول لك ما ينفعش تحط اكتر من 50 كيلو جوه الشنطه دي، غتاته كده ما تفهمش ليه. فده بالنسبه للموتور. طبعا العربيه اللوتس اميرا برضو نتكلم على الاداء والحاجات دي، العربيه دي بتنزل او انت بتقدر تختار ما بين كام حاجه في الاداء. اول حاجه طبعا زي ما قلت لكم الفتيس المانيوال او اوتوماتيك، انا اخترتها اوتوماتيك. وبتختار العفشه نفسها، هي مش عفشه ادابتيف، هي عفشه ثابته، يعني بتختار يا اما سبورت سسبنشن وانت بتطلب يا اما تورينج سسبنشن. السبورت عفشتها ناشفه وبتيجي بكاوتش اللي هو الميشلين كاب 2 بايلوت كاب 2، ده كاوتش بقى ستيكي جدا وجامد وبيمسك في الارض وبتاع. والعفشه الثانيه هي التورينج سسبنشن اطرى شويه، وبتنزل بكاوتش اللي هو جودير ايجل اف 1، ومقاسه بيبقى كام بقى 205، هو قدام 200 كام، استنى هقول لكم فين. ايه ده ودوا فين المقاس؟ يا نهار اسود، المقاس راح فين؟ الكاوتش راح فين المقاس؟ والله ما انا مش هكمل تصوير غير لما الاقي مقاس الكاوتش اهو. 245 على 35 20 قدام، ده 245 على 35، وورا يجي الاف 1 295 على 30 20، ده الكاوتش الجودير. الكاوتش ده والعفشه التورنج اللي انا طلبتها دي مناسبه قوي للطرق. العربيه ستيل ثابته جدا، ماسكه نفسها جدا. الكاوتش بيعيش فتره اطول من الكاوتش الميشلان اللي هو البايلوت ده، لان الميشلان ده بتاع تراكات اكتر. والعفشه السبورت لما جربتها في دبي عفشه ناشفه شويه على الشوارع بتاعت مصر، فحسيت ان انا مش هبقى محتاجها قوي للدرجه. وطبعا المنظومه دي كلها متوصله الباور على العجل الخلفي، فهي عربيه دفع خلفي يعني. ومن الحاجات برضو المميزه قوي في العربيه اللوتس اميرا هي السيستم الفرامل بتاعها. البريكس بتاعتها دي من شركه اسمها اي بي ريسنج. شركه اي بي ريسنج دي متخصصه ان هي تعمل فرامل لعربيات سباق وعربيات كمان قويه جدا، يعني البوجاتي شيرون الفرامل بتاعتها اي بي ريسنج، العربيات المكلارين عربيات كتيره منها جدا كانت اي بي ريسنج. عندهم تاريخ جامد قوي، وهم يعني دايما انتوا عارفين بريمبو هي اقوى شركه في الفرامل، بس اي بي ريسنج عندهم خبره جامده قوي في فرامل العربيات السباق. الطنابير دي مش كربون سيراميك، لان مفيش عربيه بالبادجت ده ممكن تبقى بتنزل بطنابير كربون سيراميك، ولكن في نفس الوقت الاداء بتاع الفرامل حلو جدا، على الرغم ان هي 4 بيستون كاليبر قدام، الديسك نفسه كبير جدا، فالستوبنج باور بتاع العربيه جامد. وطبعا مع الجنط ال20 دايموند كات فينش انا اللي مختاره ده، وما شاء الله كل العربيات اللي اتطلبت جت بنفس الجنط، انا مش عارف اعمل ايه. بس طبعا الجميل في الاميرا بعيدا عن كل الكلام ده وكل الحاجات التفاصيل دي هو الديزاين والشكل عامه. انت لما تيجي تبص على العربيه والديزاين بتاعها اكزوتيك بشكل كبير جدا، شكل الاكسدام بالشبك بالفانوس، الفانوس ده فول ال دي وتفاصيله غاليه، يعني الفانوس مليان تفاصيل كتيره ومكتوب اميرا من جوه وطويل كده الفانوس، فطبعا العربيه ليها شكل مميز جدا، مع طبعا اللوجو بتاع لوتس الاصفر اللي هو الباين ده، طبعا بالحته بتاعت الكبوت برده ناس كتيره جدا بتحبها، وبعدين السقف الاسود في البلاك باك برده مع العتب الاسود مع المرايات السوداء، ده بيديها برضو احساس جامد مع التجويفه بتاعه الفتحه. وبقى الرفارف دي من اجمل الحاجات اللي بتشوفها في الاميرا وانت سايقها من المرايه. لو انا سايق العربيه اول ما ببص في المرايه المنظر ده بتبقى انت شايفه في المرايه، بتديك احساس ان انت راكب حاجه مرعبه يعني. ورجوعا لورا طبعا الديزاين الوراني كمان من الحاجات القويه قوي في العربيه دي، السبويلر الانتجريتد ده مع الفوانيس اللي هي ايه رفيعه كده معموله بشيب، وفي نفس الوقت الستوب بتاعها الستوب لايت هنا زي بار كده في النص، وعلامه او كلمه لوتس بالاسود دي بتيجي بالاسود لما بتطلب السقف الاسود اللي هو البلاك باك، لكن لو طالب العربيه كلها لون واحد بيبقى الحروف دي بتبقى بالنيكل والشكمانات بتبقى بالفضي. ولو خدتوا بالكم برده من ضمن التفاصيل الحلوه في العربيه ان الشكمانات دي جواها زي ايه مثلثات كده مفرغه، المثلثات دي على نفس الشيب بتاع لوجو لوتس، فهم مهتمين بتفاصيل صغيره جدا، مع طبعا الباركينج سنسورز والديفيوزر والنور بتاع المارشدير والحاجات الجميله دي. فانا من يعني العربيه دي ممتعه جدا ان انت تقعد تتفرج عليها وتبص عليها. عايز اوريها لكم بقى من جوه، فاحنا هنخش جوه افرجكم بقى على كميه تفاصيل وكميه حاجات في الكمبيوتر، واوريكم قد ايه لوتس تطورت قوي قوي في العربيات دي، لان هم زمان كانوا قصه ثانيه خالص. كل بقى اللي احنا اتكلمنا عليه بره العربيه ده كوم، والانتيرير بتاع العربيه ده كوم تاني خالص، لان دي حاجه غريبه جدا على لوتس. يعني لوتس طول عمرهم بيعملوا عربيات شكلها حلو من بره، انا اكاد اجزم ان العربيه دي اللوتس اميرا من بره تعتبر يمكن من احلى العربيات اللي صمموها كديزاين من بره، لكن من جوه قصه تانيه خالص. اتكلم بقى على ايفورا، اليز، اكسيج، كل الحاجات دي مفيش مفيش انتيرير اساسا، يعني المقصوره الداخليه مفيش اي حاجه، بلاستيكات، كاسيت سنتريت من اللي بيتجاب من شارع دمشق ده، تكييف
بكر مش عارف ايه. فبالعربيه دي لوتس بيتعاملوا ان هي عربيه جلوبال، عربيه عالميه، يقدروا ينزلوها في اي سوق من الاسواق وتنافس مع براندات قويه زي بورش، زي فراري، زي لامبورجيني. الكواليتي، التجهيزات، كل حاجه مختلفه خالص. فطبعا انا هكلمكم في حته في الانتيرير واخدكم في تفاصيل الانتيرير عامل ازاي من جوه علشان تفهموا التطور اللي حصل ازاي. طبعا انت اول ما بتدخل العربيه بتاخد بالك ان مفيش ماتيريال بلاستيك، يعني كل الحاجات او 95% من الماتيريال اللي انت شايفها قدامك يا الومنيوم يا الكانتارا يا سوفت تاتش يا جلد، كل حاجه متغطيه بالكلام ده. اول ما تخش طبعا انت عندك ودي حاجات بقى من ميزات الفيرست اديشن، يعني الحاجه اللي احنا كنا واخدينها ببلاش بس الناس دلوقتي هتدفع فيها فلوس، ان الالكانتارا القوايم بالسقف باللي هي اللي اسمها ايه البتاعه دي اللي هي الشماسه، كل الحاجات دي معموله من الالكانتارا. طبعا انا الانتيرير ده انا انت عندك في لوتس اميره ممكن تختاروا ما بين جلد وما بين الكانتارا. انا جلد فيه كذا لون، انا حبيت ان انا اجيب الكانتارا. فانت عندك اول ما بتخش الباب هنا مقسوم ان هو جلد من فوق، واخترت الخياطه الصفراء. الخياطه دي ممكن تيجي بلون احمر او بلون ابيض او بلون اسود عادي، انا اخترتها خياطه صفراء جلد. وعندك الباب فيه الكانتارا، وبعد كده عندك فيه في الباب هنا التحكمات بتاعه الازاز واللوك والانلوك وتحكمات المرايه. ولو تاخد بالك للناس اللي هي عندها عربيات فولفو، عشان طبعا فولفو ولوتس تحت المظله بتاعه جيلي، هتلاقي ان في زراير وحاجات كتيره جدا مستخدمه جوه العربيه بتستخدم في عربيات فولفو. طبعا عربيات فولفو دي معروف عنها الكواليتي بشكل كبير جدا يعني، فالزراير دي الناس اللي عارفه الفولفو هتكتشف ان هي فولفو. فده الكانتارا والجلد والخياطه. وحتى الجزء التحتاني من الباب برضو يعتبر سوفت تاتش. بعد كده في زي جيب في الباب كده، الجيب ده بالنسبه للعربيه اكزوتيك في الفئه دي، جيب عميق وممكن تحط فيه ازازه ميه ومتبطن كله بالشموافه دي، برضو حاجه كواليتي لذيذه. وبعدين هتلاقي بقى الحاجه اللي بتميز قوي تصميم الباب هو الكفر بتاع السماعه. طبعا العربيه دي فيها ساوند سيستم اسمه كاف ساوند سيستم، ده حاجه مخصوصه بتنزل في لوتس. ساوند سيستم بتاع كاف ده 10 سماعات، في 2 سب ووفر ومش عارف ايه وقصه كده. ساوند سيستم لذيذ، مش اقوى ساوند سيستم في العالم بس بيطلع صوت ظريف على حجم العربيه يعني. والكفر بتاع السماعات بتاعه الومنيوم كده شكله جامد جدا. وهتلاقي في النص الكفر بتاع السماعات ده في الكراسي ميموري سيتس، هي الكرسي بتاع العربيه الاميره فيه ميموري، فدي برضو حاجه من لذيذه بوضعيتين وبتاع. وده كده بالنسبه لك ده اللي انت هتلاقيه في الباب. يعني الكرسي نفسه بتاع الاميره هو حتى الان كرسي ما فيش اختيارات في الكراسي، هو كرسي واحد وبينزل طبعا كهرباء وفي لامبر سبورت وبتاع وفي هيتد كمان. هو يعتبر باكت بس في نفس الوقت مش عنيف، يعني كرسي مريح والمسند الراس فيه لذيذ قوي في نفس الوقت، يعني بيمسكك بس مش ماسكك للدرجه. مشكلتي مع الكرسي ده ان هو حتى هو نازل على الاخر تحسك عالي سنه، بس ستيل الدرايفنج بوزيشن او وضعيه القياده ظريفه قوي قوي. تبدا بقى تبص على المنظر اللي قدامك. اول حاجه طبعا الدركسيون بتاع العربيه من الحاجات المميزه قوي ومسكتها لذيذه جدا. الدركسيون ده لا هو دايره ولا هو دي شيب اللي هو من تحت، هو تحسه دي شيب من فوق ومن تحت، فهو يعني فلات من هنا وفلات من هنا. انا اخترت طبعا ان هو الدركسيون ده يكون الكانتارا، ان هو ممكن يبقى يجي بالجلد وممكن يجي بالالكانتارا. انا جبته الكانتارا والخياطه بتاعته صفرة، وفي البتاع اللي في النص دي اللي هي بتاعت التراكات دي اللي هو يعني انت ايه تبقى شايف بالاصفر برضه. فالالكانتارا ميزته بقى في السواقه ان هو طبعا الدركسيون بيبقى انت في جريب وتماسك ما بين ايديك وما بين الدركسيون قوي. يعني لما نزلت بالعربيه دي على التراك في الايفنت بتاع الساحل تحس ان انت ماسك العربيه كويس. يعني عيبه طبعا التنظيف وبتبقى خايف تمسكه وانت ايدك مش نظيفه وبتاع، في شويه حسوكه كده. وطبعا الديزاين اوفرول بتاع الدركسيون جميل جدا، مدوره كده من النص وبعدين عندك هنا لوجو لوتس وحاطين هنا زي بادج اميره في الدركسيون، مع طبعا البادلز الومنيوم. البدلات بتاعه النقلات تقيله قوي، التكه بتاعتها مش قويه قوي بس تحسها غاليه وعليها البلس والماينس مخرومين كده شكلها جامد. وبعدين عندك بقى في مالتي فانكشن في الدركسيون، تحكمات هنا للمنيو اللي في النص. المنيو دي فيها كذا حاجه تتعمل يعني. والناحيه الثانيه التحكمات بتاعه الكروز كنترول. والجميل بقى واللي مش جميل في نفس الوقت في التحكمات دي ان انت هي زراير بتدوس كده وكده بتطلع في المنيوز، وفي نفس الوقت حاجه اسمها هابتك يعني تاتش، انت ممكن تسوايب بتعملها لفوق كده تطلع منيو، تعمل لتحت كده تنزل منيو، ويمين وشمال ونفس الكلام الناحيه الثانيه وهي تاتش سنسيتيف. فدي حلوه ان هي يعني تحس تكنولوجيا، بس في نفس الوقت ساعات وانت سايق تلاقي انت بالغصب عنك كده بالغلط في حاجات اتغيرت في المنيو بسبب ان انت كل شويه ايه تلمس البتاع. طبعا العربيه بقى ايه فيها شويه تفاصيل صغيره حلوه قوي يبين لك قد ايه لوتس اهتموا جدا بتفاصيل العربيه دي من جوه جدا، حاجات بسيطه وصغيره. اول حاجه مثلا تبص على الانتيريور هتلاقي ان الداشبورد كله متغطي بالجلد من فوق، وعليك هنا في علامه اميره فيرست اديشن موجوده في الحته دي وموجوده كمان عند الفتيس. عندك الشاشه اللي في النص، الشاشه طبعا بتاعتها لذيذه جدا وسموث قوي وفيها زي انفورميشن او معلومات كتير قوي تقدر تغير فيها، مع طبعا الدرايفنج مودز اللي لسه هشرح لكم عليها. وبعد كده النص التحتاني بتاع الداشبورد فيه الكانتارا. وبعدين بقى من التاتشات زي ما قلت لكم الجامده
الجامده اللي تبين ان لوتس ما بخلوش خالص في العربيه دي في التفاصيل، ان انت مثلا تحكمات التكييف، الحته اللي بتمسك بينها عشان تحرك الهوايات محفور عليها كلمه اميره، ودي برده حاجه لذيذه قوي. وبعدين عندك هنا من الجنب في زرار اللي بيفتح الشنطه، وزرار اللي هو بيعلي ويوطي اللي هو نور التابلو يعني. وبعدين عندك بقى هنا ايه التحكمات بقى اللي في النص، طبعا غير الشاشه لسه هنتكلم على الشاشه. وطبعا الدراعات المساحات برده فولفو، اللي راكب فولفو هياخد ان باله ان دول فولفو بالملي كوبي بيست. بعد كده هتبص هنا هتلاقي في تحكمات التكييف، لو بصيت في حاجه لذيذه قوي، حركه ظريفه عاملينها وموجوده برده في الشاشه، ان الزرار اللي بيغير مسار الهواء بتاع التكييف، الراجل اللي بقى قاعد مرسوم عليه ده ملبسينه خوذه عشان يعني يبين لك قد ايه العربيه اللوتس موجهه لسائقين السباقات. فدي حركه حلوه، عاملينها تفاصيل صغيره. وكل الزراير كواليتي عالي قوي، يعني تحس ان انت تكاتها حاجه ما عدتش على لوتس قبل كده، وانا اقدر ااكد لكم الموضوع ده يعني. عندك طبعا هنا التكييف وبتاع. وبعدين ايه الجزئيه دي بقى بتختلف من المانيوال للاوتوماتيك، بالذات في العربيه الفي 6. الفي 6 زي ما قلت لكم بتنزل بمانيوال، لو انا طالبها بالفتيس المانيوال بتبقى هنا في الجزء الفاضي ده بيبقى في حاجه اسمها اكسبوزد لينكج، يعني بتبقى شايف الميكانيزم بتاع الفتيس المانيوال مكشوف في الجزئيه دي. لكن لو اوتوماتيك الجزئيه دي بتتحول الى مكان للستورج، تقدر تحط فيه حاجه او تخزن فيه حاجه. ونفس الكلام برده في هنا ستورج لموبايلك. عندك بقى هنا في ده الزرار اللي بتعلي وتوطي منه، وده الزرار بتاع الفلاشر، وده الزرار بتاع الدرايفنج مودز. واللي عاجبني قبل ما اشرح الدرايفنج مودز ان مش كل حاجه في السكرين، يعني انت عندك سكرين تاتش بتتحكم في كل حاجه في العربيه، بس في نفس الوقت مثلا التكييف فيه زراير فيزيكال. فمثلا في ناس كتيره بتزهق من ان هي تقعد تخش على السكرين وتعمل كل حاجه. لوتس فكروا في الموضوع ده ان هم برده مدين لك الاوبشن ان انت تختار من الزراير بدل ما تفضل كل شويه تدوس على السكرين. الدرايف مود بقى في 3 درايف مودز للعربيه دي. انت عندك في تور وسبورت وتراك. تور ده اللي هو الطبيعي، ده بيبقى في شكل العداد الطبيعي في العربيه اللي انتم شايفينه هنا اهو. وده اللي هو السواقه العاديه، بيبقى انت فيه فالف في الشكمان، بيبقى صوت واطي، الدنيا تمام يعني الدنيا حلوه. باور ترين اقل حاجه، الباور هادي والاكزوست صوته هادي والاستابيليتي على الاخر. لو فتحت السبورت بقى بيحصل ايه؟ الباور ترين اللي هو استجابه الموتور بتزيد شويه، وصوت الشكمان بيزيد شويه، وفي نفس الوقت الاستابيليتي ماسكه كلها زي ما هي، مفيش حاجه بتتغير. التراك مود بقى بيغير لك الديسبلاي خالص بتاع العداد خالص، وبيقوي كل حاجه، يعلي صوت العربيه على الاخر، ويخلي الموتور حامي جدا، وفي نفس الوقت بيقلل لك الاستابيليتي. العربيه دي فيها حاجتين، فيها طبعا الاي اس بي، وفيها حاجه اسمها اي اس سي اللي هو زي ايه نظام ذكي كده بتاع التحكم بتاع الديفرنشال والعربيه. فده بيسيب لك نصه، يعني انت تراكشن بيتقفل في التراك مود بس مش للاخر، سيب لك حته كده انك ممكن العربيه تلعب بس في نفس الوقت تمسك نفسها، وانت ممكن تطفيه بنفسك. فده الفروقات طبعا، مع فرق ان كمان النقلات بتبقى سريعه وبتاع. طبعا زي ما قلت لكم الفتيس ده 6 نقلات، بيشتغل بطريقه غريبه جدا. انت لو عايز تجيب دي بتزقه مرتين لتحت، عايز تجيب ار بتزقه مرتين لفوق، وزرار البي هنا. وفي نفس الوقت لو عايز تقلبه مانيوال بتجيبه زقه يمين كده وتبدا تلعب بالبادلز يمين وشمال. فتيس لذيذ جدا بالنسبه ان هو يعني انا كنت قلقان منه ان هو 6 نقلات واوتوماتيك، كنت خايف ان هو يبقى بطيء، بس لا هو ممتع في سواقته عادي. وعاملين طبعا تاتش هنا لذيذ، ان ده الزرار بتاع الستارت ستوب، بتدور وتبطل العربيه من هنا زي زرار لامبرجيني بالظبط. البتاع الحمراء دي عاملينها علشان ما تدوسش على الزرار بالغلط عشان تطفي العربيه او تشغلها، ولما تيجي تحب تشغلها بترفعه لفوق كده وتدوس، وفي نفس الوقت ايه ما بيفضلش ثابت زي اللامبرجيني، لو تسيبه بيقفل. في ناس كتيره مستفزه من الموضوع ده، بس يعني هو عاملينه كده علشان تبقى الدنيا ايه حتى تبقى حلوه. العربيه طبعا يا عيني هتعمل اوتو شات داون عشان بقى لها كتير، فخلينا نعمل شات داون، هو يعمل شات داون بنفسه مش عارف كده. عندك هنا بقى من الحاجات برضو اللي بتزيد من عمليه هذه العربيه ان هي فيها زي جلاف بوكس هنا برضو متبطن كله وبتاع، تقدر تحط فيه حاجات. وعندك هنا كاب هولدرز في لوتس، انا مش مصدق نفسي طبعا، الموضوع ده ما كنتش تسمع عنه قبل كده يعني. وبعدين من الحاجات اللذيذه برضو ان بالرغم من العربيه دي يعني هي والايفورا الموديل اللي قبلها كانوا قريبين قوي من بعض، يعني هم تقريبا يعتبروا نفس العربيه بس تجديد من بعضيهم. الايفورا كان فيها كرسيين ورا، الاميره لغوا الكرسيين بس بقوا عاملين لك زي بنش كده تقدر تحط فيه شنط ورا وتستفيد بالموضوع ده يعني. وهنا في بقى مخرج هنا للايه، في لما تفتح الكونسول ده في مخرج يو اس بي ومخرج تايب سي. والعربيه كده فيها وايرلس ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وفيها بقى تحكمات كتيره جدا في الاوبشنز هفرجكم عليها. بس بقى ايه لما ندور بقى العربيه، مش عارف، خايف ادور العربيه مش تبقوا سامعيني ولا ايه؟ ادور؟ تفتكر ادور عادي صح؟ انا خايف تدور ما تدورش، مش عارف. ده المفتاح مش في العربيه، فين المفتاح بقى والنبي؟ حد معاه المفتاح بتاع العربيه عشان انا مش عارف. الله يبارك لك، شكرا يا حبيب قلبي. مفتاح اهو. المفتاح اصلا من الحاجات اللذيذه جدا، بس انا عملت له كفر علشان احافظ عليه الحسوكه، يعني انتوا فاهمين. من الحاجات زي ما قلت لكم اوفرول كواليتي فظيعه. وبعدين انت لما بتبص ورا هتلاقي ان حتى الجزء الوراني اللي انت عينك مش عليه متبطن بالجلد والخياطه الصفراء مع الالكانتارا، وتشوف الموتور من ورا من عند الازاز كده تبقى شايفه في المرايه. فدي برده من الحاجات اللذيذه جدا. ادور لكم بقى العربيه،
اسمعوا طبعا زي ما انتم سامعين. وفي بقى حاجات كتيره جدا. اعلي صوتي؟ ها انا مش انا هعلي صوتي، وطي صوتك انت. في بقى تحكمات كتيره جدا في هذه العربيه. زي ما قلت لكم الشاشه اللي في النص دي فيها حاجات كتيره ممكن افرجكم عليها، زي البرفورمانس ريد اوتس. طبعا انت عندك في تقدر العربيه تسيب لك انت في داون فورس قد ايه على العربيه، كل ما بتزود سرعه بيقول لك الهواء بقى قد ايه على العربيه. في عداد للباور بيقول لك الهورس باور اللي بيطلع من العربيه، والبوست والتورك. فيها جي ميتر، دي برده من الحاجات الجميله جدا. وفيها لاب تايمر، تقدر تستخدم اللاب تايمر ده تعرف انت سرعتك ايه على التراك، بتستخدم يعني لاب تايمر عليها. التاير بريشر سنسور بتاعها برضو بيقول لك كل عجله ضغط بتاعها قد ايه بالسنتي، 31.2 33.7 وهكذا. غير بقى طبعا التحكمات بقى التانية بقى في التكييف وفي الكلام ده كله. فالشاشه والانترفيس ده اصلا كله لوتس هم اللي عاملينه، يعني مش واخدينه من حد وبتاع، عاملين له ثيم كده اسود، كل حاجه معموله بدارك ثيم كده، فشكله شيك وسريع، يعني ما تحسش ان هو مثلا ايه بيهنج بيعلق، لا هم عملوا مجهود حلو قوي قوي في الشاشه. فاوفرول العربيه دي طفره بالنسبه للوتس، وانا عندي حاله حزن ان هم هتيجي وتتقلب بسرعه كده. يعني اخر عربيه بنزين هيعملوها، بالرغم ان انا يعني كنت شايف ان هي بدايه قويه قوي ان هم يبداوا يعملوا عربيات تنافس مع المنافسين زي بورشه، ويقدروا بعد كده يعملوا عربيات اقوى شويه تنافس كمان العربيات الفيراري واللامبورجيني. بس هي فيها متعه وفيها كواليتي وفيها باكج كامله صعبه قوي ان انت تعرف تلاقيها في عربيه يعني. وكل الناس اللي ركبوا العربيه دي اجمعوا على ده الصراحه. في نهايه الكلام عن العربيه اللوتس اميره، انا عارف ان انا طولت معاكم قوي النهارده واتكلمنا في تفاصيل كتيره جدا، بس انا كان لازم افرجكم على العربيه دي وعلى تفاصيلها من قريب. لسه بكتشف فيها، خلي بالكم الحاجات فيها برضو كتيره. انا يمكن اكون يعني على قد ما الفيديو ده كان طويل، بس كان ممكن احكي لكم على حاجات اكتر، بس حبيت ان انا ايه ابقى سريع. طبعا الفيديو ده هيبقى بدايه لتعارفكم على العربيه، لان في فيديو هيجي بعديه في بقى تجربه السواقه نفسها، وده هنصوره لكم قريب ان شاء الله. بس اللي انا عايز اقوله على العربيه دي الصراحه انا بشوفها يعني من وجهه نظري ان هي عربيه مش واخده حقها. يعني ناس كتيره جدا مش قادره تستوعب هي ايه. في ناس حاطه امال عليها اكبر منها بسبب شكلها، يعني في ناس كتيره جدا فاكره العربيه دي 800 حصان و900 حصان بسبب شكلها لوحده، وناس تانية مش قادره تفهم تصنيف العربيه دي عامل ازاي. فاتمنى اكون في الفيديو ده شرحت لكم اللوتس اميره فكرتها عامله ازاي، سواء الفي 6 او سواء حتى الموديلات التانية التوربو اللي هي لسه بتتباع وموجوده في مصر. وانا مبسوط بيها صراحه جدا، وكل ما بسوقها وكل ما بتعود عليها كل ما بحس قد ايه هي عربيه بجد مميزه، وبتديك احساس في الفئه السعريه بتاعتها مفيش عربيه تانية تقدر تديهولك. انا عجبتني الصراحه، او يعني انا معجب بيها ولسه في حاله التعارف معاها. خلي بالك 4 شهور مش رقم. فانتظروا الفيديو الجاي بقى، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده لانه كان مليان تفاصيل ومليان رغي الحقيقه. فاتمنى تكونوا انبسطتوا بيه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله. رهيبه وكبيره جدا في العربيات اللي من النوع ده. في حد بيسرقنا ولا ايه؟